هاد الوقفه كتجي في اطار الحركه الاحتجاجيه اللي كتخوضها هيئات المحامين بالمغرب ضد القانون الضريبه اللي كيمس حق المواطن في الولوج للعداله، باعتبار انه مس مبدا المساواه، مبدا المساواه اللي هو منصوص عليه في الدستور المغربي ومنصوص عليه في المواثيق الدوليه لحقوق الانسان، على راسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والحقوق السياسيه والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه. وقوفنا اليوم هو كيجي في السلسله ديال هذه الاحتجاجات هذه على حكومه كتحاول بقدر ما كتحاول تضرب القوت اليومي للمواطن، كتضرب حقه في حقوقه وفي حرياته، وكتضرب اساسا الحقوق الاعتباريه ديال المحامون، باعتبار انهم هما الضمانه لاي محاكمه عادله، هما الضمانه وهما الحصن الاخير للدفاع عن المواطن وعن المواطنه. حنا نقف اليوم وكنعيش لحظه ديال المؤتمر ديال المحامون بالمغرب في الداخله اللي هو كيجي في اطار النداء الوطني للوحده الترابيه، وكنبغيو نسجلوا في هذه اللحظه باننا بقدر ما احنا وطنيين، بقدر ما احنا مهنيين، وبقدر ما تعنينا قضيه العداله في المغرب، بقدر ما كيعنينا مبدا المساواه ومبدا انه ما يتكررش سنوات الرصاص، ما تكررش الاغتيال ديال الحقوق والحريات، وما يتزش بالناس بدون محاكمه عادله، وما يتمنعش المواطن من حقه في الولوج للقضاء وحقوق العداله، لانه اللحظه اللي كنرفعوا لطيفيه من 5 ل 10% من اي تعويض، في اللحظه اللي كنفرضوا على المواطن الاداء ديال ضريبه مسبقه على اي مسطره غيديرها، ان كنقيدوا حقه في الولوج للعداله. راه سببتوا ازمه، راه الناس باغا المحامي والمحامي ما كاينش، كيفاش غنديروش من حل؟ راه هذا مشكل وخصها تحبس هاد الدعاوي، خصها تاجيلات الى حين يفكوا المشكل ديال هاد الناس المحامون، وتفكروا لنا حنا يعني كيفاش الناس تلقى المحامي ديالها باش ترافع على الامور ديالها. هادشي راه ماشي معقول، وتتمنى الرساله توصل لوزير العدل. السيد وزير العدل راه كاين مشكل كبير، وانا تتمنى باش تاكد وتعرف هذا الملف الى الاخ دور كاميرا، راه غادي تشوفوا مباشره معكم شحال ديال الناس راه واقفين على برا، وراه هادشي اللي واقع. كما قلنا قبل قليل، تاتي وقفه اليوم وقفه المحامي في سلسله الوقفات التي خاضها جميع هيئات المحامون بالمغرب استجابه للنداءات والقرارات المتخذه من طرف مجالسها. هذه الوقفات التي تعبر بشكل واضح وصريح على أن معركة اليوم هي معركة ضد حق المواطن في اللجوء إلى العدالة بشكل متبصر، ويعني جاءت في السياق كذلك الدفاع عن مجموعة من المبادئ التي تعتبر عماد محاكمة، عماد المهنة الأساسية للمحاماة. فالمغرب كما أوضحنا في مناسبات عدة منذ خطاب غشت 2009 اختار ما اسماه بالاختيار الديمقراطي. هذا الاختيار الديمقراطي الذي نعتقد على انه رصدت معالمه الاساسيه في دستور 2011، ودباجه هذا الدستور اقرت من ضمن ما اقرت في اطار المصادقه على مجموعه من الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، اقرت من ضمن ما اقرت كما قلت حق المواطن في اللجوء الى العداله بشكل متبصر. فمشروع قانون الماليه الجديد حامل ضمن مقتضياته مجموعه من التكاليف والتحملات التي ترهق الذمه الماليه للمواطن في اللجوء الى العداله، وستكون عائقا في الوصول الى الحقوق والحريات. ولذلك فصرخه المحامي في هذا الباب هي صرخه من اجل الدفاع عن الحق وعن الحريات، وكتبقى كذلك اشاره ورساله واضحه لكل من يهمه الامر، وتحديدا الغرفه الثانيه بالبرلمان، باعتبار انه المشروع حاليا خاض خطوات اساسيه وهو لا زال معروضا على الغرفه الثانيه. اعتقد على انه وقفات المحامي ويعني مش امتناعه وانما تعبيره على انه لا يمكن له ان يمارس مهامه الاصيله في الدفاع عن الحقوق والحريات الا من خلال اسقاط بعض مقتضيات هذا المشروع. فتبقى المهمه حاليا هي مهمه تشريعيه بالاساس. نتمنى للغرفه الثانيه وللبرلمان كذلك ان يتلقى معظم هذه الاشارات التي حملها المحامين
طوال هذه الفترة وهذه الشعارات التي حملوها طيلة هذه الفترة الاستجابة لمتطلباتهم والعدول عن بعض المقتضيات المتعلقة بمشروع قانون المالية والاستجابة لكل ملف مطلبي، وحتى تعود الأمور إلى نصابها، وحتى يعني نجد المحامي ضمن ردوهات المحاكم يؤدي وظيفته الأساسية والاعتيادية. شكرا.